واش في خباركم باللي المراه المغربيه كتخلص 23% قل من الراجل في نفس الخدمه و14% ديال البنات مازال كيتزوجوا قبل 18 عام؟ الخوت سمعوا مزيان، هذا الاسبوع بمناسبه 8 مارس اليوم العالمي للمراه، المجلس الوطني لحقوق الانسان في المغرب طلع يقول واحده من كل 3 نساء في العالم كتعرض للعنف في حياتها. وفي المغرب الارقام خاصه تحشمنا، غير 19% ديال النساء كيخدموا مقابل 69% ديال الرجال، واللي قرات وخدات دبلوم عالي 33% منهم بلا خدمه، يعني واحد الثلث ديال المتعلمات ما كيلقاو حتى فرصه. والمشكل الكبر، المراه كتخلص 23% قل من الراجل في نفس الخدمه، وفي بعض القطاعات الفرق كيوصل 42%. دابا المغرب كيراجع مدونه الاسره، هذه هي اللي كتنظم الزواج والطلاق والارث. 14% ديال البنات كيتزوجوا قبل 18 سنه، والمراه كتاخذ نص الارث ديال الراجل. وهذا الاصلاح هو اللي غادي يقرر مستقبل ملايين ديال النساء والاطفال المغاربه. إلا عجبك هذا المحتوى وبغيتي تفهم اش كيوقع في بلادك، دير لايك واشترك وقول لي في الكومنتات واش المراه المغربيه عندها حقوقها كاملين ولا مازال.